يتحملها لاعبو الزمالك لأن انت ما كنت منعتني. ما انا ماشي. انا يا استاذ اسلام يعني انا عايز انزل في بروتوكول للتسليم المفروض كلنا نلتزم بيه. هو مين المفروض اللي بيستلم الكاس؟ المفروض كابتن الفريق. كابتن الفريق اللي لعب ولا حتى لو ما بيلعبش؟ والله هي لا اللي بيرشحوا الفرقه اللي حصلت قبل كده مع الاهلي. متهيالي كان في كابتن فريق ما لعبش وحبوا يكرموه هو اللي خد الكاس، لان انت هنا بتتعامل مع فريق مش بتتعامل مع اللي لعبه. ما هو انت اعتقد كان حسام غالي. متهيالي حاجه زي كده. يعني يا ريت نتاكد يا عمرو لو سمحت. هو انا فاكر تقريبا الواقع اللي انت بتتكلم عليه انا دوله، بس هو ما رضيش. كان حسام غالي ومتعب بالظبط كده. لا متعب تقريبا هو استلم الحسام. كان عايز واحد فيهم كان عايز يكرم الثاني. الواقع بالظبط. بس خليني بغض النظر مين اللي بيستلم، بس لا يليق برضو ان انا اسلم الكاس لابني. حسام غالي كان متعاقب ومسحوب منه الشر بالظبط، وعماد متعب استلم وقام مديها لحسام. صح. وقتها بقى ما سمعناش ان هي دي ان اللائحه بتنص على ان اللاعب. اصلا حد قال لي وحد صاحبي قال لي ان اللائحه بتقول ان اللاعب كابتن الفرقه اللي شارك اللي موجود في الملعب. بس هو لا يا استاذ اسلام، طب انا هقول لك على حاجه. حسام حسن في 2006 هو لا هو طب انا اقول لك على حاجه ثانيه قريب جدا. لا اقول لك على حاجه تانية قريب جدا، لما الاهلي فاز على الوداد في المغرب وخد البطوله. كان المفروض الكابتن خطيب هينزل يستلم، قال لا حسام غالي هو رئيس البعثه ينزل. يعني كان في خيار. لا دي لا انا قصدي كان في خيار. لا دي رئيس البعثه اللي هو نزل. ايوه لا بس هو ماشي، كان في خيار وقتها ان الكابتن خطيب قال لا حسام هو اللي ينزل. هو نوع من التقدير انه ماما قالوا للخطيب كوجوده يتفضل ينزل، لكن هو قال رئيس البعثه هو اللي ينزل. وقتها انا قصدي ان هو كان ممكن قال البروتوكول البروتوكول الرسمي كان رئيس الخطيب لو نزل بالظبط كده. ده اللي انا بقول عليه. يعني هو في مرونه. انا بس اللي عاوز اقوله هو اللي استلم ما عنديش مانع انه كان شيكابالا يستلم الجائزه، باعتبار ان هو كابتن نادي الزمالك ولعب في البطوله، والاصابه هي اللي بعدته، ولا هي مسحوبه منه ولا هو اعتزل ولا اي حاجه. لكن انك انت الاحتفاليه انك تسلم الكاس لابنك، لا ما هياش مش ولي عهد، ما هياش توريث. انه في احتفل مع اللعيبه وبعد كده خد الكاس واحتفل بيه انت واسرتك براحتك يوم واثنين وثلاثه وبيته معاك، زي ما ميسي مثلا خد الكاس ونيمه في حضنه. لكن البروتوكول والصوره اللي هتطلع الصوره الرسميه خليت برضو انت لفت نظري للصوره وانا انتقدت ده. انت الصوره للتاريخ بتخليها للتاريخ. الصوره الرسميه في الصوره الرسميه فين صوره الفلينة البيضة بالخطين الحمر؟ بعد 20 سنة أو بعد 50 سنة لما تطلع أجيال ويجي يشوف صورة لعيب نادي الزمالك متصورين بالكاس ده هيقول مين الفريق اللي ماسك الكاس؟ لأنه الفلينة لا بتوحي لا تمت بأي صلة لنادي الزمالك. مين اللي اختار هذه الألوان عشان ينزل بيها يستلم فين الصورة اللي هتفضل عليك؟ ده أنت لو بتلعب في خارج بلدك وبتلعب بالزي الثاني الاحتياطي، لابد انك انت كان لما تطلع تستلم تطلع بالفلينة الطبيعيه بتاعتك الرسميه او بالفلينة اللي انت عاملها للتتويج اللي هي بتعبر عنك. حضرتك تقصد الكابتن حسين الصوره التيشيرت الاخضر، التيشيرت اللي استلم بيه نادي الزمالك ككل؟ بيتكلم على اللعيبه انت ازاي لان الكابتن حسين رد امبارح على القصه دي، قال لك انا بتعامل مش كرئيس نادي، انا بتعامل كمشجع. هو لا لان هو كان لابس تيشيرت. انا افتكر انا بتكلم على الفلينة. انت بعد 20 سنه او بعد 10 سنين الاجيال اللي هتطلع لو حطيت له الصور هتقول له مين نادي مين صوره مين فريق مين؟ دي الصوره اللي حضرتك دي الصوره الرسميه اللي هو غريبه برضو يعني فين الفلينة البيضاء والخطين الحمر؟ ليه لعيبه نادي الزمالك ما كانتش لابسه التيشيرت طب انا اقول لك على حاجه. يعني استاذ ايمن مع احترامي، يعني انا ملاحظ حاجه غريبه جدا من بعد المباراه يا استاذ اسلام، ان الناس بتدور على السلبيات. احنا الزمالك ما بيعرفش يفرح
للاسف الشديد. يعني انا مستغرب من لا حاجتين. هو اللي بيضيع فرحته. ما مش لا لا ما ما برضه بيعرفش مش هو بس يا استاذ ايمن. لو حضرتك تابعت الاعلام من بعد فوز الزمالك تقول لا في حاجه